هل فعلا المنتخب العراقي راح يواجه منتخب اسبانيا بمباراة ودية؟ واذا هذا الخبر صحيح ليش المنتخب الاسباني اختار منتخبنا العراقي بهاي المباراة؟ راح نجاوب على ذني الاسئلة بهذا الفيديو. خلونا لايك واشتراك وخليكم بالفيديو. مبدئيا هل الخبر صحيح؟ نعم الخبر صحيح بنسبة 90%. المنتخب العراقي راح يواجه المنتخب الاسباني. زين يبقى السؤال، ليش المنتخب الاسباني اختار المنتخب العراقي حتى يواجه بهاي المباراة؟ السبب الاول والرئيسي والاهم هو مجموعة اسبانيا تضم المنتخب السعودي، ومنه اقرب منتخب على المنتخب السعودي؟ اكيد المنتخب العراقي. راح تقول لي يعني شنو المستفيد الوحيد هو المنتخب الاسباني؟ لا، اكيد المنتخب المستفيد الاكبر هو الاسباني، لكن العراق راح يستفاد بشكل كبير من هاي المباراة، لان راح يواجه بطل اوروبا المنتخب الاسباني، لان احنا اذا تاهلنا راح نواجه المنتخب الفرنسي والمنتخب المكسيكي، وبصراحة هذه المنتخبات كلش قوية وايضا ادائهم قريب على المنتخب الاسباني، فالعراق راح يستفاد بشكل كبير من هاي المباراة، ولاعبينا راح يحتكون مع افضل لاعبين بالعالم مثل لامين يامال وخير انتم تعرفون اللاعبين. فبصراحة هاي المباراة كلش حلوة وكلش مهمة لمنتخبنا الوطني وللمنتخب الاسباني ايضا. راح تسالني امتى تاريخ المباراة؟ تاريخ المباراة الشهر السادس يوم 4، ولحد الان وقت المباراة بالضبط ما حد ذاكره، فان شاء الله بالايام الجاية راح يذكرون هذا الشيء، واتوقع الاغلب راح تكون مباراة دولة اسبانيا. فاذا تحبون تعرفون هاي الاخبار مثلا بايش الساعه وباي دوله راح تقام المباراه، اشتركوا بالقناه وخلونا لايك. واذا تحب الالعاب او الجيمنج فعندك قناه ثانيه للالعاب رابطها بالوصف، فخلينا لايك واشتراك ومع السلامه.